أكبر غلط منشوفه بالجيمات اليوم هو الشاب يلي رجع بعد سنة انقطاع وبيروح فورا على البنش بريس ليحمل نفس الوزن يلي كان يشيله بالماضي، وهون بتسمع صوت الطقة بالمفصل قبل ما تسمع صوت الوزن وهو وعم ينزل. لهيك شوف وركز معي، الموضوع مو لعبة أبدا. شوف، بأول أسبوعين هدفك مو تحطيم أرقام قياسية، هدفك هو استكشاف مستواك الحالي وفك التشنج العضلي. علميا لازم نطبق تكنيك منسميه العدات الاحتياطية. شو يعني هذا الحكي؟ يعني بكل جلسة بتلعبها لازم تترك بين عدتين لثلاث عدات قبل ما توصل لمرحلة الفشل العضلي. وهذا الحكي بيعني وبكل اختصار لو كنت بتقدر تشيل 50 كيلو مثلا ل10 عدات بالبنش بريس وتوقف وانت لسه قدران تجيب كمان 3 عدات، فهذا هو الرقم السحري تبعك يلي بيضمن لك تحفيز العضلة المستهدفة بدون ما تدمر جهازك العصبي المركزي يلي لسه عم يحاول يرجع لخدمته. فانت هون عم تفتح مجال للزيادة التدريجية بالاسابيع الجاية. فاول اسبوعين هنن مرحلة التجريب، جرب لتعرف وزنك الجديد، خلي تكنيكك هو الأولية وانسى غرورك الرياضي وانه انت بطل. صدقني انك تزيد كيلو واحد كل اسبوع وتستمر لمدة سنة احسن بمليار مرة من انك تشيل وزن انتحاري وتغيب عن الجيم سنة تانية بسبب اصابة غبية بالكتف او بالظهر.